يا صباح الفل او مساء الفل حسب ما بتشوف الفيديو. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وقبل ما نبدا في اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت بقى لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله باذن الله. النهارده كده معانا وصفه سهله وسريعه وبسيطه جدا. العيش الشامي يا جماعه او العيش الابيض زي ما بتقولوا عليه. طبعا احنا داخلين على عيد بقى، هنعمل كل سنه وانتم طيبين، هنعمل رقاق وهنعمل عيش ابيض. عايزه اقول لكم ان العيش الابيض دوت كده تحفه لما تعملي في البيت، يعني ارخص ما بتجيبيه من بره بكتير كتير. يلا بينا. اول حاجه هنا نخلت الدقيق، وطبعا نخل الدقيق مهم جدا في المعجنات يا بنات، سواء كيكه سواء عيش، اي معجنات هتعمليها لازم تنخلي الدقيق. بالله عليكي بقى اوعي تنسي اللايك، بشوف المشاهدات بتبقى يعني ها على الفيديو، بس اللايكات مفيش لايكات خالص. حط اللايك، مش هتخسري حاجه كده ما تدوسي على اللايك. هي يعني بصي هيجازيكي خير ربنا ان شاء الله. اول حاجه نخلت الدقيق اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد كده نقلته في البوله، وصراحه انا لما باجي انخل بالمنخل ده بحب انخل على حاجه واسعه يعني. فنخلت طبعا على المفرش بتاع العجين. وهنا عندي كيلو الا ربع من الدقيق، كيلو الا ربع من الدقيق. طبعا بقى عايزه تعملي كيلو، تعملي نص، تعملي ربع، براحتك خالص. عايزه تعملي 2 كيلو وتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر زي ما تحبي. معايا كيلو الا ربع من الدقيق، معايا معلقه ونص من السكر، باكت من الخميره، وباكت من الخميره كويس جدا في الحر اللي احنا فيه ده. هقلب الخميره مع السكر بحبه ميه دافيين دافيين يا بنات، اللي عشان الخميره تتفاعل على طول. وبرده هعجن العيش بتاعي بميه دافيه. عايزه تعجني بلبن براحتك، عايزه تحطي لبن بودره براحتك، اللي انت عايزاه اعمليه. ما عندكيش لبن وما عندكيش لبن طبيعي وما عندكيش لبن بودره، تعجني بميه زي ما انا هعمل كده بالظبط. عايزه اقول لكم ان انا يعني تاني يوم عملت العيش ده، وتاني يوم عملت عيش تاني كان عندي لبن بودره، كنت اشتريت يعني من عند المشتريات وحطيت. بصي بتعزز الطعم جدا. هنا بقى هعجن بميه دافيه زي ما قلت لكم، والعجينه خدت معايا كوبايتين من الميه، كوبايتين شاي من اللي هم الكبار، مجات الشاي دي. هقلب هنا هتحسي ان العجينه ايه، طريه ومش عارفه ايه، لا خدي ودي كده في العجينه هتلم معاكي على طول. وبس ايه تديها يعني تخدميها في العجن كويس. طبعا بقى بالله عليكي لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش باللايك، بعمل لك كل حاجه ان شاء الله تفيدك وتفيدنا. وانا عارفاكم ان انتوا ستات بيوت شاطرين وتقدروا ان انتوا تعملوا اي حاجه، بس كلنا بنفيد بعضنا، كل واحده بتاخد معلومه من التانيه. وان شاء الله كده استنى كومنتاتكم زي بتاعه القناه الاولى، ادعوا لي كده يا رب يصبرني عليها. مفتقداها جدا يا بنات، عليها فيديوهات كتيره جدا، كانت داخله في ال1000 فيديو، انتوا لك ان تتخيلوا. ربنا كان بيكرمني منها، بس نرجع ونقول ماليش نصيب فيها، وربنا يكرمنا بالاحسن ان شاء الله. عايزه بقى اقول لكل حبايب قلبي، لو عندك اي مشكله عايزانا نفضفض مع بعض فيها ساعه الدردشه كده، مفيش اي مشكله. طبعا كان بيجي لي مشاكل في القناه التانية وكنا بنقعد نفيد بعض، كنا بنقول اراء بعضنا في الكومنتات وكان كله بيستفيد. فانت لو عندك اي مشكله سيبيها في الكومنتات وان شاء الله نحلها مع بعض باذن الله. هنا طبعا هتحسي ان العجينه لا طريه ومحتاجه دقيق. بصوا يعني يعني عايزه اقول لكم ان انا بليت ايدي دقيق بس كده، يعني يا دوبك حاجه بسيطه الم بيها العجينه. ما حطيتلهاش دقيق خالص عشان اقول لك ان انا زودت لها، لا والله. هي يا دوبك بس بليت ايدي دقيق كده، او حطيت ايدي يعني في شويه دقيق صغيرين. هنا بقى كده بلمها بالزيت، والزيت هنا يا جماعه بيدي العجينه طعم تحفه. طب ليه يا ساره بتحطي زيت؟ الزيت يا جماعه بيخليها خفيفه جدا في التسويه طبعا، وبيعزز الطعم برضو لو زيت نضيف. هنا بقى بصوا بيخلي العجينه في التسويه خفيفه جدا. عايزه تستبدلي الزيت بسمنه، بصوا عايزه اقول لكم هيخليها طعم السمنه كده تبان فيها، تبقى عامله زي عيش بقرص كده. جربي الوصفه ديت مش هتندمي خالص. دقيق وميه حبة دقيق ومية وخميرة عملنا أحلى عيش. وطبعا رنا معاكي كمية أكتر من اللي بتجيبها من بره بكتير، يعني بدل ما تروحي تشتري ب20 جنيه عيش، لا هاتي بال20 جنيه دقيق ومية عندك من البيت وكيس خميرة، هتعملي أحلى عيش إن شاء الله يطلع من إيديكي زي السكر. وعلى فكرة أنا بعمل العيش ده على طول عندي في البيت، لأن بصوا يعني عايزة أقول لكم إن أنا مش موجودة على بطاقات التومين، ولا أنا ولا ولادي، فيعني عندنا أزمة دايما في العيش. فالحمد لله بفضل ربنا بحاول إن أنا أعمل العيش ده دايما في البيت. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال اللهم امين. وبقى تنسي تكوني حطيتي اللايك، حطي اللايك يا اختي. عايزه بقى اقول لكم ونفضفض شويه، وتعالوا نحكوا كده حبه واحنا بنعمل العيش على هوستنا او هوسة الشعب كله يا جماعه بالسوشيال ميديا. عايزه اقول لكم والله العظيم ان احنا بنضيع وقت كبير جدا يعني في حوار التليفون، وان احنا بنقعد نتفرج على حاجات تحرق في دمنا، ويعني
باحس إن أكتر المشاكل اليومين دول في البيوت إن هي من سبب التليفون، ده شايفة فلانة بتعمل إيه، ده مش عارفة جددت في بيتها إيه. يعني كان جاي لي مشكلة بجد من فترة قبل ما القناة التانية تتقفل، ودي فعلًا اللي ما رديتش عليها، إن أنا يا سارة دايمًا باقعد على التيك توك أو باقعد على أي منصة من السوشيال ميديا، باشوف البيوت، باشوف الحاجات، الإكسسوارات، الحاجات اللي جاية جديد. عايزة أقول لِك بقى من النقطة دي، بدال أنتِ بصيتِ إن مثلًا هي عندها أو ما عندهاش أو الحاجة حلوة، الحاجة بتغري، مش عارفة إيه، لأ خلّيكِ ركّزي في نَفْسِك، هاتي حاجة لو بسيطة، لو من مصروف البيت حاجة بسيطة، بُصّي لو فازة ورد صغيّرة، لو أي حاجة ابسطي نَفْسِك بنَفْسِك، دايمًا قولي لنَفْسِك إن بيتي دوّة أحسن بيت في الدنيا، حبّي حاجتِك هتلاقي نَفْسِك كده ربنا يا رب يخلّيكِ كده في أحسن حالاتِك يا حبيبة قلبي لو كنتِ بتسمعيني. هاتي حاجات بسيطة فرّحي بيها نَفْسِك، مش شرط إن أنتِ يكون عندِك زي فلانة وعلانة. يا جماعة قسمًا بالله، قسمًا بالله السوشيال ميديا دي خربت بيوت ناس كتيرة، عشان فلانة بتجيب وفلانة ما عندهاش وفلانة بتعمل. ركّزي في عيشتِك، ركّزي في عيشتِك، يعني ركّزي في عيشتِك وركّزي في بيتِك وفي أولادِك وفي حياتِك، ربنا يحل لِك ذاتِك يا رب. يعني أنا باشوف اليومين دول خلاص بقى حوار البيوت اللي هو الواحدة تلِم أولادها وتقعد حواليهم يتفرّجوا على التلفزيون، يجيبوا حاجات حلوة مسكّرة ياكلوها، يتفرّجوا على تمثيلية حلوة أو مسلسل حلو أو فيلم أو كل الكلام ده ما عادش باين، ما عادش ظاهر. فحاولي إن أنتِ تحسّني من مودِك والحاجة اللي تأذيكِ نفسيًا ما تسمعيهاش، لو أنتِ شايفة إن أنتِ هتسمعي فيديو لواحدة تسمعي بس فيديو لواحدة مشتريات بس إنها بتجيب طول النهار تجيب في مشتريات، ما تسمعيش الحاجة اللي تأذيكِ نفسيًا ما تسمعيهاش، ربنا يصلح لِك حالِك وحالنا يا رب.